السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. كوبري ده مدرب ماذا على مستوى اللاعبين؟ تعالوا نتكلم سريعا جدا ونشوف انه محمد شريف يبدو قريبا من الانضمام الى فريق الخليج السعودي. فريق الخليج كان قد بالفعل ارسل عرضا رسميا الى النادي الاهلي. الاهلي ما كانش مبسوط قوي بالمقابل المادي في البدايه، لكن بحسب المعلومات الوارده انه العرض زاد فوصل ربما الى ما يقرب من 2 مليون دولار، وده رقم بالنسبة للأهلي جيد جدا في محمد شريف أحد هدافي الفريق بالظبط. يعني بحسب معلوماتنا 1,800,000 دولار. اللاعب متبقي ليه سنة في عقده. حاول الأهلي قبل ما يدي الموافقة، هو لسه ما اداش الموافقة النهائية، إنه يقنع محمد شريف بالتجديد وإن القصة ممكن تبقى إعارة، ولكن اللاعب لم يقبل بعد التفاوض بالقيمة المالية المعروضة عليه. كان بالنسبة له الأول طلبوا أن يكون في فئة أولى، وأن كمان نسبة الإعلانات تبقى أفضل لتتساوى مع بعض اللاعبين الآخرين في الفريق. الأهلي كان الأول مش مديله المقابل اللي يخليه فئة أولى، لكن بعدها بدأ يتقدم ناحية أنه يحاول ينفذ طلب اللاعب اللي وقف قدامه عائق جديد، وهو أنه حتى المقابل ده إذا وصل لما يحاول الأهلي الوصول إليه بشكل أعلى فسيبقى أيضا أقل كثيرا من المعروض عليه من نادي الخليج السعودي، لأنه معروض بحسب معلوماتنا من الخليج 3 أضعاف ما هو معروض عليه من النادي الأهلي في المرحلة الحالية. التقارير السعودية بتقول إن الصفقة انتهت، يعني تمام خلصت. احنا معلوماتنا إن هي قربت تخلص حتى الآن، ولكن أقول لكم بس في هذا الإطار إن الأهلي وهو بيتفاوض كان حاسبها كمان حسبتين أخرين. الحسبة الأولى فنية، كولر هيقول إيه، وإذا أعطى الموافقة النهائية فساعتها ده هيسهل الأمور. مش أكيد كولر هيمانع يعني، لكن الأهلي دايما بيقول إنه المدرب عايز إيه أنا بنفذه، فممكن ساعتها يكمل لنهاية عقده. الحسبة الثانية حسبة مالية. مالية بمعنى إيه؟ بمعنى التعاقدات. الكوبري مقلق بالنسبة لكل الفرق دلوقتي، وكل الفرق دلوقتي بتتحسس المشهد. أي لعيب عقده قرب يخلص أو جاي له عرض من بره اوعى يكون كوبري. لو حصلت في إمام عاشور وبيتقال ممكن يحصل في فتوح أو زيزو، ما هي ممكن تحصل في حد عندنا احنا كمان.